السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، عاملين ايه واخباركم ايه؟ كويسين الحمد لله تمام. يوم جديد والناس في شغلها وانا صاحي من النوم. يعني بص، صاحي من النوم قلت اطلع اصبح عليكم عشان خاطر يعني فاضي جدا بصراحة. يعني فاضي جدا وموريش اي حاجة ومش لاقي حاجة اعملها وعندي فراغ كبير. يعني مش عايز اقول لكم، يعني عندي فراغ قد كده، كتلة فراغ يعني. من اول امبارح بصراحة بقالي يومين عندي فراغ، مش عارف، قلت بقى هطلع فراغي فين؟ هطلعه في فراغ، هطلعه لكم فراغي يعني معاكم. صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين، والف الف 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 مبروك للناس اللي نجحت في الثانوية، والف الف مبروك للناس اللي جابت مجموع قليل في الثانوية، والف الف الف مبروك للناس اللي سقطت في الثانوية، والف الف مبروك للجميع. وكل واحد بياخد نصيبه، واصلا دي مش اخر الدنيا. وعايزين نسمع بقى في الايام اللي جايه ايه بقى، انتحارات كتير عشان بصراحه احنا زهقنا. يعني بص، اللي يعني اللي زهقان من حياته ينتحر. ده فاهم يعني. مش عايز احرضكم على الانتحار لان دي حياتك ومش هتتغير ومش فتره وهتعدي. وانا جاي من المستقبل وبقول لكم كده. وطبعا انتوا عارفين ان انا قنبله تفاؤل، فبديكوا التفاؤله في نص الدماغ هو. فالف الف مبروك لكل الناس اللي نجحت والله يعني. وكويس ان انتوا فرحتوا. ايه ده، الدنيا نورت كده ليه؟ الواحد يعني علامات الادمان باينه عليه والله. الصبح دي تحس ان هو يعني بيشد بودره بقاله 10 سنين ولا حاجه. بص، ايه ده؟ مش شايفكم. في حد بيعلق ولا انا مش شايف ولا ايه؟ اصل الموبايل عندي بقى خلاص يعني بيطلع كومنتات بمزاجه. كل سنه وانتم طيبين والف مبروك والله للثانويه العامه، بجد 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 يعني. انا ولا فرحان ولا زعلان لان الموضوع ما يخصنيش بحاجه اصلا يعني. كده كده ما تفتكرش ان انت خلاص طالما نجحت في الثانويه انت عديت. لا يا ابني، اصحى. ده انت داخل على نيله. 4 سنين كلية وعندك سنة جيش وعندك 5 سنين جمعيات وقصاد عشان تتنيل تتجوز، وعندك كمان 30 سنة لسه هتعيشهم بتصرف على الجواز. ده لو قعدت 30 سنة دلوقتي الجواز أصلا بيبقى سنة سنتين، يعني قدامك كمان 20 سنة تصرف على المحاكم والنفقات والعيال إيه. يا ريتك كنت لسه في ثانوي. ياه، ده انت هتشوف ايام ما يعلم بها الا ربنا والله يا ابني. موسى صباح الفل، الله يبارك لك. صباح الخير، صباح الخير يا موسى. اخبارك إيه؟ انت من الناجحين في الثانويه ولا اللي كنت مشرفين على عيل في الثانويه؟ صباح الفل. كاميرون، هاي هاي يا كاميرون. مش فاهم منك حاجه بس عادي يعني، بس النضاره دي ما بتجيبش انجليزي يا ابني. ولا باكستاني انت؟ صباح الخير. فيعني مش عايزك تتفائل قوي وتقعد بقى ايه صغيريت وبتاع نجحت في الثانويه وبتاع وتفتكر نفسك اللي انت عديت بقى خلاص. لا، ده انت واهلك هتتنفخوا قدام. النفخ جاي. الثانويه دي هتقول دي يا ولا يوم من ايام الثانويه يا انكل خالد. ويا ريتنا كنا سمعنا كلامك. عندنا مشكله في التعليم يعني جميله جدا، يعني هي مشكله كبيره جدا ولو احنا اتكلمنا فيها في ناس هتزعل. بس هي مشكله عويصه كده طالعه من يعني من البلد نفسها مع الاشخاص مع تفكيرهم يعني. واولهم تعليم البنات يعني بصراحه. انا هسالكوا سؤال انا مش هجاوب عليه لان انا اجابته بتزعل. فانا يعني عايز اعرف انتوا استفدتوا ايه لما بتعلموا بناتكم؟ يعني انا البنات بالذات يعني انت بتستفيد ايه؟ مش فاهم. يعني انت فقير وبتعلم عيالك، بتعلمهم ليه؟ يعني هتستفيد ايه بعد كده؟ مش عارف انا. يعني مجانية التعليم بوظت الدنيا والله يا جماعة. يلا مش مهم. مروة احمد صباح الفل. ايه ده القمر ده على الصبح يا يعني اهو. يعني انا بس بتكسف بقى الله. بصي. صباح صباح الخير يا مروه. هو انت لسه صغيره يا مروه وقدامك المستقبل كتير، وهتلاقي دهون الوان وابيض واسود وبتاع يعني. كده شد حيلك انت بس شويه. بطلي بس وتشتمي في الرجاله كده وتبقى عندك اقتناع كده ان في رجاله هيشيلوا الليله كلها. تقلقيش. وميمه صباح الفل، صباح الفل يا ميمه. عاملين ايه؟ انتوا كلكم كويسين؟ طبعا عديتوا مراحل الثانويه والامتحانات والكلام ده كله. بس فعلا انا قعدت مع ناس كتير يعني. تحس ان الكلام عن التعليم ده تحصيل حاصل. في ناس
مش عايز ازعل الناس بقى، يوه، بس مش قادر بصراحه. يعني هو موضوع ما يخصنيش، بس يعني انا مش قادر ان انت تبقى حاطط هدف ان انت تتعلم في مصر تعليم حفظ بلا مهارات. يعني انت بتتعلم بتحفظ، وعيالنا كده، انا عيالي كده، يحفظوا يحفظوا يحفظوا، يمتحن سلام عليكم يا بابا انا نجحت، بعد يومين يا ابني تعالى انت خدت ايه، ولا هو حاطط تارجت قدامه، انا انجح عشان بابا وماما ما يزعلوش، انا انجح عشان بدل ما اخش الجيش 3 سنين اخش سنه واحده، انا انجح علشان خاطر لما اجي اتجوز واحده معاها شهاده ما تقوليش انت معكش شهاده. بس بالنسبه للشغل لا يا حبيبي، مفيش حد بيشتغل بشهادته. بتقعد تذاكر 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 وبتفقد مهارات. يعني انت المفروض، كنا زمان، يعني انا واحد من الناس كنت بذاكر وبشتغل، فعندي مهارات كتير الحمد لله يعني، وباين على وشي ان بص يعني اولهم ان انا طلعت مدمن. يعني دي دي مهاره من المهارات مش اي حد يعملها. فبتقعد تذاكر، احنا يعني بنريح عيالنا لدرجه ان هم بيذاكروا بس. يعني انا حتى اولادي يقول لك بابا انا عايزين نشتغل، يا بابا عايزين نجيب فلوس، عايزين ننزل، اقول له لا لا ما تتعبش يا ابني، ما تتبهدلش زيي. فبالتالي العيل بيطلع بعد الثانويه بعد الكليه يجي يشتغل خلاص دماغه قفلت. يعني غير لما يكون عيل صغير شغال في ورشه، شغال في مكتب، شغال في صيدليه، شغال في اي حته، بيكتسب مهارات من التعامل وبيبقى عنده حرفه في دماغه جنب التعليم. احنا علشان احنا تعبنا واحنا صغيرين، فعايزين نعدي عيالنا من الحته دي، فبنعديهم قوي. يعني انا ما افتكرش ان انا رحت مره المدرسه بعربيه، حد وصلني، كنا بنرزع مشي بالكيلوات. دلوقتي العيال تنزل بابا يلا عربيه، ما فيش بابا خد يا ابني اوبر، كلنا كده، وبحجه ان احنا بنريح عيالنا، وفي الاخر بيوصل لسن ما عندوش اي مهارات حياتيه، معاه شهاده اي صنايعي يديله بالجزمه في الشهاده بتاعته، فاهم؟ هو ممكن يبقى عنده يعني شرح اكاديمي، انما على ارض الواقع ملوش اي حاجه. يعني حتى المهندس لما كنا شغالين في شركات واحنا صغيرين، كنت اقف مع صنايعيه، يجي المهندس لسه خريج ايه يقول لك ده حمار مش فاهم حاجه، خش ويعمل الشغلانه طخ طخ ليه؟ ايديه واخده على الشغلانه. اي نعم هو مهندس شهاده وهيبقى احسن بعد كده، بس احنا دلوقتي في العمر ما بقاش فيه. يعني لازم هتتعلم، لازم تعمل حسابك انك في الصيف او طول السنه يعني مع التعليم ان انت تتعلم صنعه، بتاع كاوتش بقى، بتاع ميكانيكي كهربائي، اي لا نقاش، لازم تتعلم صنعه. انا مشكلتي ان انا معايا 7 صنايع بس برستيجي ما يسمحليش، فاهم؟ وحته البرستيج دي يعني حاجه مش عايز اقول لك، يعني تبقى مش لاقي تاكل، بس اهم حاجه هوب علي بيه مظهر فوق، النضاره السوداء، تيشيرتك الابيض، جزمتك البيضه، الساعه الشيك، بس. طب ايه في ايه هتعمل؟ كلنا كده بقى، الجيل بتاع السبعيناتي تمانيناتي تسعيناتي ده يعني كله شغال كده، بس البرستيج عنده يعني مهم جدا. يعني تحس ان خلاص يعني ابو هشيمه ماشي في الشارع وهو يا عيني على الله حكايته. يلا مش عايزين ماشي. جمال صباح الخير، اخبارك؟ انا عديت حد سوري يا جماعه الكلام خدني، معلش معلش. صباح الخير صباح الخير. مروه دول حبايبي 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 حبايبي، يا ربنا يا حبيبكم فيكم، يحببكم فيهم ويحببك حبب كده، يعني فاهمه انت؟ داخلين في بعض. اخبارك جمال؟ الحمد لله تمام حبيبي. اخبارك ايه؟ الثانويه حلوه؟ الثانويه حلوه جدا، الثانويه حلوه جدا. ومايما كلامك صح، بس كلنا كده بنحاول نعلمهم احسن حاجه. انا عندي ثانويه السنه الجايه وان شاء الله، خايفه من دلوقتي على بنتي. طيب انا ما يعني الموضوع بس عشان البنت، بس عشان البنت علم بنتك حلو جميل، بس الاسباب اللي انتوا بتعلموا عشانها البنات اسباب واهيه. بمعنى يقول لك اعلم بنتي علشان خاطر تبقى متعلمه فتتجوز جوازه حلوه، ماشي، بتفتح لها باب التعارف اكتر والفرص اكتر. اعلم بنتي علشان تذاكر لاولادها، ده ما بيحصلش، ما بيحصلش، لان كل جيل بيجي بمواد اكتر من المواد اللي قبل كده، ولما تقعدي معاهم انت تذاكري لهم مش هتفهمي حاجه غير اللي انت كنت بتاخديه خالص. وكل مدى الدنيا بتتطور، وفي الاخر بنجيب دروس وبنجيب مدرسين برضه، ماشي. اعلم بنتي علشان تشتغل، عشان برضه نفتح لها فرصه للجواز على فكره، مش عشان تثبت نفسها. مفيش واحده بتثبت نفسها، عشان تبقى فاهم، اي واحده لو ما اشتغلتش رقاصه هتفضل طول عمرها موظفه، يا دوب بتجيب بمرتبها لبس ومكياج
وموبايل بالقسط للعيال، ولما تبقى مديره اخرها هتجيب عربيه فيرنا بالقسط تقعد تسد فيها 7 سنين، وماما راحت مدير عام وماما جت ماما راحت. طالما ما اشتغلتيش رقاصه مش هتجيبي فلوس، عشان تبقى فاهمه يعني هم بيجوا من بره رقاصات بيجوا يعملوا هنا فلوس. فتعليم البنات دون تعلمها علشان هي تبقى قدامها فرصه للجواز احسن، علشان تبقى مثقفه ودماغها مستنيره شويه، بس تقعد في البيت. تقعد في البيت وتسيب مكان للراجل يشتغل مكانها. ليه؟ لان انتوا لو قعدت الستات، لو قعدت مليون واحده بتشتغل، لو قعدت مليون واحده هيشتغل مكانها مليون راجل، وهيتجوزوا مليون واحده اللي هم قاعدين في البيت دول، المعنسين دول، اللي يعني تسمع عن الناس معديه ال 30 وال 40 وال 50 لسه ما اتجوزوش. ليه؟ ما خلاص ما فيش. انت او انتوا وانا دايما يبقى معاك 2 3 في الشغل كاسرين ال 30 وما اتجوزوش، تيجي تكلمها تقول لك بوزيشني، لا اصل انا ما لقيتش المناسب، اصل انا تقعد كده لحد ما تخرج معاش. فاهم؟ شغل يعني فقر والله العظيم. تعليم البنات ده جاب لهم هم الفقر، سواء خروجهم من البيت، اختلاطهم بالناس، مصاريف على اهلهم، رجاله مش عاجباهم، تشتغل تقعد تحس ان هي عايزه تحقق ذاتها وكيانها، وتجي لك في النص كده تقول لك انا مش عايزه ابقى سترونج، انا عايزه اتدلع. خلاص بيبقى وقت الدلع انتهى. فيعني انا يعني ازعلوا مني، ازعلوا مني. تقول لي ما بتعلمش بنتك؟ لا بعلمها، بس انا بعلمها وعارف انا هوديها فين بعد كده. مفيش حاجه اسمها عندي ستات تخرج تشتغل، ولا ستات تنزل السوق، ولا ستات تختلط بحد اكتر من المسموح ليها. انما اللي احنا بنشوفه ده والله انا بشوف بنات امارات 30 و35 ورايحه جايه من الشغل طلعان عين امها، فاهمه؟ ونفسها تتجوز. هنعمل لها ايه؟ خلاص فرصتك قلت في الحياه. يعني انت رحتي اتعلمتي عشان فرصتك تزيد، دخلت الشغل عملت لك كارير وحطيتي هدف، في الاخر ولا حاجه. صح ماشي، معلش الكلام بيبقى ساعات كده يعني كده، معلش. طبعا الناس الانفتاحيين هيقول لك عليك انت متخلف وجاهل ومش عارف ايه الكلام ده كله. ما انت بنتك عايزه تطلع دكتوره تطلع دكتوره، انا بنتي مش عايزه تطلع دكتوره. لا بنتي اعلمها علشان زي ما انت فاهم كده ايه سرو بلدنا كده. انما هي مش هتستفيد اي حاجه اصلا من التعليم، ولا احنا استفدنا حاجه من التعليم، ولا انت استفدت حاجه من التعليم. يعني كل اللي انت حشرته في دماغك ده طالما مش كليه عمليه، في الطراوه. عمرك ما وقفت السوبر ماركت وحاسبت الراجل بالفيزياء والكيمياء، عمرك ما دخلت شغلانه اشتغلت محاسب او اشتغلت في اي شركه وتعاملت باللي انت اصلا اتعلمته في الكليه. انت بتخش الشركه عصفرت هتبقى مدير، ما عصفرتش خلاص هتفضل زي ما انت طول عمرك. وبعدين عندنا في الشركات ما فيش حد بيترقى، ما بيترقاش الا العصفوره. انا قعدت شغال في شركات بتاع حوالي 26 سنه لفتهم كلهم، فاهم؟ ما اترقتش ولا شفت اي بوزيشن في اي حياتي، كلها كانت وسايط وكلها كانت عنب يعني، فاهم؟ بس كنت بشوف العصافير جنبي اللهم صل على النبي مرتبات بتزيد كل شهر، بدلات بتاخدها زي الفل، كل ما يروح يزر واحد ياخد فلوس، كل حركه انتقالات كل سنه يعلى يعلى يعلى، وهو اصلا بطيخه ما مش فاهم اي حاجه، فاهم؟ هو كل الموضوع ان هو عارف يخش منين للمدير، وانتهت القصه. فدي حياتك. فلا تعلم ابنك يعصفر، فاهم؟ ليه؟ اما تعلمه صنعه ياخد الشهاده يحطها على محافظه في الصالون وينزل يشتغل بقى بايديه. كان عندنا عامل بوفيه معاه لصنص اداب، تقول له يا ابني انت لصنص اداب ما تشتغل، يقول له اشتغل ايه لصنص اداب؟ ايه اشتغل مدرس؟ يعني ايه اعمل ايه انا باللصنص اداب؟ انا هنا البوفيه باخد مرتب، باخد بقشيش، وبقلب رزقي، ببيع حاجه تيشيرت، كل سنه يجيب لنا جواكت جلد، كل سنه يجيب لنا مش عارف جزم ايه كده، وشغال. يعني من القصص اللي انا كنت بسمعها وما شفتهاش بصراحه ان في 2 طلبه كانوا زمان، يعني القصه دي بسمعها زمان ما اعرفش سمعتها ولا لا، انه زمان كانوا 2 في الجامعه وبيحبوا بعض قوي، ويعني مش عايز اقول لك يعني الحب لما بيولع في الذره بيخلي الراجل يتهبل، لان الراجل ساعتها دماغه اللي فوق دي بتفصل، فهو خلاص عايز يتجوز. فقعدوا يحبوا بعض شويه، فالبنت طبعا غنيه شويه، الولد فقير، فحب يزود دخله بعد ما خلص كليه واشتغل في شركه، فقال انا هشتغل طبال. ماشي اشتغل طبال. بنت تربت قعد يطبل بقى معاه فلوس، جاب لها شقه وفرشها ويتقدم واتجوز. بعد الجواز بيقول لها سيب بقى الطبله وبتاع ونرجع موظفين تاني، قالت له لا احنا هنرجع تاني
نعيش موظفين او نشتغل موظفين ونقعد على بال ما نجيب عيل وبتاع نكون شحاتنا تاني، لا، فضل لحد دلوقتي طبال. عارف الست دي دكتوره يعني خريجه طب ومتجوزه طبال. بس الفلوس مش كل حاجه، اهم حاجه الحب، اهم حاجه السند، اهم حاجه الراجل يقف في ظهري، مش اشباه رجال، لا يا حاج، اهم حاجه الفلوس. الفلوس اللي بتخليكي بقى تلبسي وتقعدي في البيت في تكييف وعيالك يتعلموا في مدارس اجنبيه وتنزلي تروحي عند ماما شايله ومحمله وي 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 الكلام ده كله. بوزيشن بقى، جوزك شغالي مش مهم شغالي، مش مهم شغالي. عايزه تحافظي على الواجهه الاجتماعيه والبرستيج، خلاص اقعدوا انتوا الاثنين موظفين رايحين جايين مع بعض. عايزه تعيشي وتحطي رجل على رجل كده وتروحي تعملي مانيكير وباديكير وجيلاتين وفلاشين وفيلر وبيلر والكلام فاضي ده كله، لا، يبقى اتجوزي واحد بقى معاه فلوس. سيبك من جو الشهادات ده. نعرف ناس كتير قوي في الموسكي دلوقتي بسم الله ما شاء الله معاهم اعداديه وساقطين اعداديه اصلا، ويحط رجل على رجل ومعلمين ومتجوز ناس مش عايز اقول لكم يعني بيغسلوا رجليهم اصلا، فاهم، وشهادات. والله اقعدي في البيت وانا عايزه كام؟ 100,000 جنيه اهمت، خدي خدي خدي، تقعد تجوز عليها واحده واثنين وثلاثه، تقعد. فلوس فلوس. اي واحده ست تقول لك فلوس، طلع بس انت كده المحفظه، وانت كل الرجاله عارفه الكلام دوت. كل الرجاله اللي حبت في الكليات، فاهم، جه لقى ابو كرش قالت لك سوري اهلي غصبوا عليا، طلع المحفظه خدها في العربيه الشقه التمام. انت لسه يا عم هتقعد تهري 10 سنين؟ لسه هنقعد بقى نعمل في جمعيات ونجيب في اقساط وننزل ابلكيشنات علشان خاطر تتجوزني ونقعد نعيش على قدنا طول عمرنا؟ فكك. كلام بيزعل بس هو ده الواقع، مش كلامي والله، ده الكلام اللي احنا يعني كده، يعني اللي احنا عايشينه، اللي احنا بنشوفه. بدليل ان انت لو انت برضو خاطب، وطبعا برضو نصكم مر بالكلام دوت، وخالها جاي، ابن خالها جاي من بره، بتقول لك معلش عندي ظروف، فانت تفتكر ان الظروف دي هتخلص مثلا بعد شويه، لا، ما الظروف بتكمل بقى، فاهم، وبالسلامه. ف كل واحد يقيس بقى ايه اللي انا قلته دون على الناس اللي يعرفها وحياته هو، مش رايي انا. يعني انت ما تخشش تقول لي ده اللي انت بتقوله ده انا لا، مالكش دعوه بيه. انا بقول اللي انا شايفه حوالين مني. انما انا الحمد لله انا كراجل حياتي مستقره وماشيه، مش بالكم، يعني ماشي بالكم. حتى في الشغل عندي، انا في الشغل ناس تقول لك انت شغلك، حبيبي انا شغلي مش قليل، بس انا عملت اللي انا عايزه. اولا صوري بقت في الشوارع، وده كان حلم عندي في حياتي. كنت محتاج حد من الصحافه يكتب عليا، نزل عندي مقالين، طلعت في التلفزيون في 4 لقاءات. مش لازم اطلع 100 مره، يعني مش لازم يتكتب عني 100 مره، مش لازم اعمل 50,000 حاجه، لا، هي حاجه واحده انت حققت فيها املك، خلاص يا جماعه انا فلان، انتهى. انما الناس اللي بتحط في دماغها ان هي بقى إيه تكرار تكرار تكرار، هو نفس الحاجه. يعني انا يعني انا مثلا من التسعينات وانا نفسي يتعمل لي اعلان على كوبري 6 اكتوبر. انا قلت الكلام ده في لايف قبل كده. فجاه اتعمل لي 3 اعلانات، وما بقاش في اكتوبر بس، بقى في اكتوبر والمهندسين والمحور وعلى عربيات وفي كل حته. خلاص، في ناس بقى ممكن تبيع نفسها وتدفع فلوس عشان تظهر تاني. يا حبيبي خلاص، ما انا ظهرت مره، خلاص انتهى الموضوع. طلعت في قناه الحدث، وطلعت في قناه الصحه والجمال مرتين ثلاثه، وطلعت في قناه شمس، وخلاص شغل في الشوارع، عملت اعلانات كتير، عملت اعلانات بتمثيل، وعملت اعلانات بصوتي، وعملت مشاهد في مسلسلات، وعملت مشاهد في افلام، خلاص انا دلوقتي شغال شغل اللي هو الشغل اكل العيش، اللي هو اتعايش منه. انما انا لو حاطط في دماغي بقى ان انا خلاص عايز اتشهر قوي، هروح بقى ابتدي اخد ورش وابتدي اصرف وابتدي اعمل وابتدي ادمر نفسي وادمر دنيتي. طبعا انا ما بحبش تكييف المراوح وانتوا عارفين، فهتلاقوني ايه يعني مزنهر كده. بس فمعلش لو كان الكلام مش مفهوم قوي، يعني حاولوا تفهموه قوي من ناحيتي، يعني او انتوا تقيسوه على العلاقات والناس اللي حواليكم. دي حاجه. الحاجه التانيه، عندي واحد صاحبي محتاج احكي قصته والله، بس انا يعني هستأذنه الاول واقول لكم. بس عايز اوريكم ان في الافتراء لبعض الناس اللي بتجيلها نعم في اواخر ايامها وتتبطر عليها، يعني مش عارف دول هيبقى عقابهم ايه. يعني انت لو انت ربنا رزقك بواحد وانت عندك 40 سنة، واحد اتجوزك 40 سنة وجاب لك كل اللي انت عايزاه، و40 سنة وخلفت منه، ما تتبطريش بقى. بتتبطري ليه؟
ده انت اكسباير اصلا، انت حياتك انتهت، وصلت ل 40 سنه حياتك انتهت خلاص، قاعده في البيت عالة على اهلك وعالة على جيرانك ونفسيتك متدمره وعايزه تعالجي علاج نفسي. وفجاه ربنا ظهر لك واحد يتجوزك ومخلاكي مش عايزه حاجه، شقه وفراشها ومصاريف ودهب جابلك وعمل لك قايمه ومؤخر، وانت اصلا اكسباير، انت مش نافعه تاني، فاهم؟ نفسيا مش مدمره، ما تنفعيش ان انت تتجوزي، وواخدك من تحت الارض ومعيشك عيشه كويسه وجبت كل اللي وكمان ربنا رزقك بخلفه. تفتري ليه بقى؟ ما تكمليش سنه وتطلقني كل ما اروح له يا ابني يقول طلقني يخرب بيت امك. انت في ايه؟ ما تعيشي، ده انت فاضل لك 10 سنين وتموتي، ده لو كملتيهم اصلا. تبقى قاعد متجنن بقى مش عارف تقول، عايز تقول له طلقها وغورها في 60 دقيقه، دي اصلا يعني مش وش نعمه. وعايز تقول لها يا بنتي انت اصلا ربنا كرمك في اواخر ايامك، يعني ما تحمدي ربنا بقى، يعني عيشي بقى. ايه يا الراجل هيعمل لك ايه؟ الراجل عامل لك ايه؟ هو مش فاهم انا. اي ما يا عم وحش وحش مش طايقاه يا ستي، ما انت كنت قاعده لوحدك 40 سنه، استحملي بقى 10 سنين كده بقى لحد ما تغوري في 60 ده، هو يموت انت تموتي، البيت يولع بيكم انتوا الاثنين، انت تكون قرف، فاهمه؟ يا ناس بتتبطر على النعم في اخر ايامها. يعني بصراحه انا مش عارف دول يعني بيفكروا ازاي، او عقابهم هيبقى ايه، ولا انتوا دماغكم عامله ازاي. ده بالنسبه للستات. بالنسبه للرجاله، واحد صاحبي يعني خلاص داخل على ال 45، يا ابني اتجوز، لا مش عايز اتجوز. خايف من ايه؟ يقول لك عشان انا عايش مع امي لوحدي. طب يا ابني ما هتتجوز؟ يقول لك انا كل ما يروح لواحده هتقدم لها تقول له لا انا مش هينفع اعيش مع امك، انا هعيش لوحدي. طب انا هسيب امي؟ ده بقى انت برضه مش عارف تعمل له ايه. ما هو فعلا واحده هتيجي هتقول لك انا مش هقعد مع امك عشان امك ست كبيره، وانت داخل على عديت ال 45 وداخل على ال 50، ليك اجر اللي انت تقعد مع امك. طب وبعدين هتعمل ايه؟ يعني لا ليك واد ولا ليك ذكرى، واخواتك بنات فالاحوال مش تمام. يعني مش عارف الناس ماشيه بدماغها ازاي من ناحيه التعليم والحياه والدنيا والستات والطلقات يعني انا مش فاهم والله العظيم. انتوا يعني الواحد كل اللي هيعيشوا 50 60 سنه بتقعدوا تفركوا في بعض وتضربوا في بعض وتقتلوا في بعض وتشتموا بعض، ويعني الواحد بيبقى قاعد دماغه هتبقى قد كده. يعني انت كل ما معارفك بتزيد كل ما مشاكلهم بتزيد حوالين منك، كل ما انت مشغول كل ما انت عمال تتفرج على عبر وتقول الحمد لله الحمد لله يا رب. الواحد يعني الحمد لله الواحد محسود شويه في النوم. يعني الواحد ممكن ينام 20 30 ساعه في اليوم، بس الحمد لله ده جاي على قد النوم. يعني انتوا شايفين منفخ خالص. وبعدين كنت بهرب من الفيس والنكد، البوستات بتاعت الستات اللي عماله تشتم في الرجاله وعماله تشكي همها وجايبه لنا اكتئاب. كنت اروح التيك توك اروح اتبسط هناك شويه. تيك توك دلوقتي بقى ايه؟ شويه مؤيدين السيسي وشويه معارضين السيسي وفيديوهات صدام حسين الله يرحمه. مش عارف من بقالي اسبوع بتفرج على يعني ايه الفكره مش فاهم. طالع لي كل مفيش، كل ما افتح والله 3 4 5 10 فيديوهات ورا صدام حسين. يعني انا مش عارف، هو جميل وحبيبي وحلو، بس يعني اشمعنى التيك توك خلاص بقى كله سياسه، يعني كله معايدين ومعارضين وصدام حسين والكلام ده كله. فين الرقص بتاع زمان؟ فين الحاجات قله الادب والسفاله بتاعت زمان؟ وشحاتين، يعني انا مش عارف ايه الشحاتين دي. انا بشوف ناس والله ببقى عايزه هتفرق. اقول لك ايه بس، ايه في واحده بقلب في التيك توك لقيتها عامله لايف، يا لهوي على المناحه. انا كنت عايز اخش اقول لها ايه يعني ايه القرف ده، ايه الاكتئاب ده؟ بس انا شايف الكومنتات اللي قبلي عمال يقول له مش عاجبك اللايف اخرج. طب انا ماشي، ما انا مش داخل اصلا، انا بقلب من بره، بس انت ايه الكآبه دي؟ ايه ده؟ ساعتين 3 4 ساعات قاعده عماله تعيطي بس. انت جايبه الدموع دي كلها منين؟ ومش لاقي ياكل ومش لاقي يكشف وعندي عيال ومش عارف ايه. يخرب بيت مرضك، جبت لنا قرف اكتئاب والله العظيم. بعدي كده بجري من الناس اللي عماله تشحت على التيك توك. انا عايز اطلع لايف على التيك توك لان التيك توك بيحقق انتشار، وانا كراجل فنان عايز الناس تشوفني، الناس تعرف شكلي، الناس تشوف شغلي، الكلام ده كله. ما بقدرش اطلع، بتكسف. يعني بتكسف انا اما اطلع على التيك توك افضل قاعد بتكلم، يخش واحد مثلا يفتكر ان انا جاي عشان خاطر الفلوس.
شحاته. ايه ده يعني؟ واللي يقول لك إيه، انا عايز، ما عنديش اكل خالص في البيت، ما عنديش اكل خالص في البيت، ما فيش جوامع في منطقتكم، ما فيش حد من قرايبكم بيساعدك، ما في، انتوا ايه، عيله مفككه، عيله وسخه؟ ايه اللي عايز فرخه بس، عايز اي فلوس، عايز انت مدمن اصلا، انت مدمن، انت بتلم فلوس عشان تروح تشم بيها. زي كده لما نزلت رقمي على صفحتي 50 واحد بيكلموني، يا ابني انا اعرفك، فلوس ايه اللي انت عايزها؟ انا اعرفك؟ ما انا عندي ناس جنب مني وجيراني وقرايبي وناس وحبايبي واصحابي ومش لاقيين ياكلوا، لو انا معايا 100 مليون جنيه هوزعهم عليهم. ماشي. انت بقى في الاخر بلاقيه ايه؟ داير عمال يلم من كل الناس، وفي الاخر بلاقيه مدمن. انت بتشحت، بتاخد مننا فلوس عشان خاطر تروح تشم بيها. ده انت لو اديت فلوس لشحات شكله غلط انت بتتحاسب عليه. يعني انت لو واحد كده جاي عمال يزك وبتاع وتحس ان هو كده بيشرب، ما تديلوش فلوس، تديله فلوس يروح يشرب بيها ويسكر بيها ويعمل بيها. تبقى انت كده بتديله فلوس عشان يروح يرتكب ذنوب ويدمر صحته اكتر، حاجه تقرف يعني بصراحه. لا التيك توك بقى فظيع، يعني التيك توك بقى يعني مقرف بشكل غبي، غبي. لو يعني سيبك من الاول كنا نقول لك ايه، واحد طالع مع مراته بيرقصوا، خلاص دول معرضين ملناش دعوه. مش عارف واحد طالع بيهري في اي كلام، ماشي. انما الفتره الاخيره اللي هي من السنه اللي فاتت تقريبا، كميه شحاتين على التيك توك، شحاتين، انا بقول شحاتين. واحده بترقص ملسمه نفسها ولابسه 100 اي حاجه وبترقص رقص هبل، الناس كلهم داخلين عمالين يضحكوا عليها. انت يا بنتي انت عبيطه يعني؟ انت مش مبينه حته بالكتف حتى تجيب فلوس، مبينه حته بالسمانه، مش يعني حاجه كده الواحد يتحمس ليها. عندها بتاع ما شاء الله 700 800 واحد على اللايف، فاهم؟ وما بتجيبش فلوس لان الناس مش عايزاك، مش عايزه تشوف هبلك، الناس عايزه تشوف حاجه طريه، اديهم الطريه تاخدي فلوس. هو واحد دخل كتب لها كده، قال لها يعني احنا نبعت لك هدايا عليه، احنا مش شايفين حاجه خالص. وفي ناس فعلا قاعده كده على التيك توك، قاعدين مستنيين اي لقطه، واحده بتوطي، واحده بتقوم، واحده بتتعوج، فاهم؟ هو في ناس كده، في ناس كده قاعدين كده تعبانين في دماغهم للدرجات دي يعني. يعني نفس فكره المتحرش. يعني يا ابني انت الدعاره بقت في كل حته، والنسوان مرميه في كل حته، والدنيا بقت مفتوحه، والديسكوهات شغاله، والحياه جميله، بتتحرش ليه؟ يعني ليه تحط نفسك في مزنق؟ يعني ده انت لو معكش خالص وساكن تحت الكوبري هتلاقي برضو ناس تحت الكوبري تظبط نفسك مع، حبهم وامشي معاهم واعمل الكلام ده، بتتحرش ليه؟ انا مش فاهم. يقول لك اصل مرض ايه يا عم؟ ان انا مرض ان الواحد يروح يتهزق ويتقفش ويتضرب ويتحط عليه ويخلي سمعتنا احنا وحشه؟ ما النسوان كتير والدنيا بقت في انفتاح، انفتاح على الاخر. يعني ربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا. الواحد بيلم عياله، بص والله العظيم من كل حته ماشي وراهم كده، شمال ويمين، رايح هنا انت فين؟ اجي معاك، اروح اجيب واروح اوصل، ما بتسيبش العيال، فاهم؟ في الوقت دوت. وانت رايح تتحرك كل شويه واحده منزله فيديو، وهم اصلا الستات بتتلكك اصلا. يعني اصل اتحرش بيا، يتحرش بيك، حاجه تقرف بصراحه. زي واحده خبطت واحد بالعربيه ونزلوا بيتخانقوا في الشارع، قامت ضرباه بالقلم. ها هتعمل ايه؟ انا اصلا مش همد ايدي على واحده ست، لا ده انا اعجن امها. ايه ما مدش ايدي على واحده ست؟ ده انا امسح وشها في الاسفلت. تنزلي ليكي حد، تستني راجل يجي لك، تستني الحكومه تيجي، انما تنزلي تمد ايدك على راجل؟ لا ده انت، ده انا ادوس على وشها بص بالعربيه رايح جاي كده شمال يمين. يقول لك اصل انا مش همد ايدي على واحده ست. طبعا الستات تقول لك ده راجل محترم، راجل محترم، راجل محترم ينزل واحده ست تضربه بالقلم ومش عارف كده محترم؟ لا يا ست انا مش محترم، لا انا مش محترم. انا ايه الادب؟ ان انا يعني انا اصلا كنت واقف يعني عايز اقول يعني لو اوليه في الموضوع كنت دخلت عجنتها هي واللي تشدد لها. يقول لك اصل انا يعني هدي على واحده ست، يا عم مدي، ما هي طالما نزلت الشارع وطالما مدت ايدها عليك يبقى ما بقتش واحده ست. طالما هي دخلت في حته انا مساواه وسترونج، يبقى انا مش واحده ست. ما تعملهاش على اساس ان هي واحده ست، انت خلاص بتعملها كراجل زيها. خلاص نزلت الشارع، يجي بقى هي بقى ما احترمتش نفسها تاخد بالجزمه فوق دماغها، ولا يجي يتشدد لها هي برضه ياخد بالجزمه. حكى الرجاله برضه بتزيد ويعمل فيها جنتلمان وبتاع، وعايز بقى يجامل واحده ست ولا يتضرب معاها، فاهم؟ لان انت ما ينفعش اصلا واحده تمد ايديها على راجل ايا كان، ايا كان. هاتي ما عندكيش رجاله في عيلتك يعني، روحي عندك الاسم، روحي اعملي محضر في اي حد بيضايقك. انتوا كده كده اصلا عندكم
موضوع المحاضر ده بالنسبه للتحرش يعني، انت الوحيده اللي بتبقي شاهده، وانت الوحيده اللي ليكي الكلمه، وانت يعني ممكن تبلي على اي حد اصلا وهيصدقوكي عادي. فاهم؟ بعدين ما انا الستات بتحرش بيا ما بتكلمش، يعني انا اروح القسم اقول له الظابط مسكتني من دراعي، ما ينفعش بعدي بسكت عشان انا سمعتي قدام الناس، حياه دنيا. فمعلش معلش يا جدعان. ايه ده في كومنتات، سوري معلش. كلام خدنا بقى والدنيا انتوا فاهمين. فحبيت برضو اطلع اصبح عليكم وابارك لكم، والكلام خدنا، وانا ما كانش قصدي اقول الكلام دون، بس انتوا اللي استفزتوني عشان انتوا عالم مستفزه، وانا بحاول اتمالك اعصابي. وصباح الخير، وانزل بقى عشان اروح افطر، عشان انا بصراحه جعان جدا. واتمنى ان انا اشوفكم في لقاءات اخرى. وقناه اليوتيوب الحمد لله، قناه اليوتيوب الحمد لله اشتغلت لوحدها، سبحان الله. من اسبوع كده لقيت واحد عمل لايك على فيديو من 3 سنين، ومش ليا، ده فيديو كنت منزله على القناه. يا ابني هو انت وشي مش عاجبك يا ابن حبيبي؟ انت وشي انا مش عاجبك مثلا؟ مش امور انا مثلا؟ مش حليوه؟ يعني ما بقول كلام مثلا ملوش لازمه، تروح تجيب لي فيديو انا مش فيه اصلا، وتقعد تشير وتعلق وتشير وتعلق لحد ما الفيديو يطلع من 1000 ولا 2000 يعمل 70 80 ألف وداخل في 90 ألف اهون، فاهم؟ والناس كلها مشيرات وكومنتات وبتاع. طب يا ابني طلعني انا بوشي يا حبيبي، يعني اصطاد لك فيديو كده يكون بوشي واعمل عليه حتى كده يعني اي حاجه. اعمل يا عم ديسلايك يا عم، خلي الفيديو يشوفني، خلي المخرجين يشوفوني، خلي اي حاجه، انما مش تروح لي على فيديو بقاله 3 سنين تقعد مبسوط بيه وفرحان. ما عملتش على طول بعض، ينفع؟ مش ينفع. مفيش احساس خالص، مفيش تفكير، مفيش ذره هوا. يلا مش مهم، كل واحد بياخد نصيبه. يمكن ربنا يجعل في وش القبو والقناه تشتغل على حس الفيديو ده. عموما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نهاركم ابيض.